نجوم في الساحل وسيكو سيكو. نتكلم الأول عن نجوم في الساحل وبعدين هنخش على سيكو سيكو، إيه اللي عجبني وإيه اللي ما عجبنيش. يلا بينا. الأول هبتدي بفيلم نجوم في الساحل، وده بطولة أحمد داش ومريان السيد وعلي صبحي ومعاهم فيليكس، وكمان طلع سليمان عيد بنفس الشخصية اللي بيطلع بيها من سنين، وهو الراجل الأسود الخدام أو الشيف أو الطباخ أو بتاع البار، أو الشخصية الثانوية اللي بتطلع تعدي قدام الكاميرا عشان ترمي إفيه. ده سليمان عيد من سنين السنين، وهو موهبة مهدور حقها حرفيا، يعني عشان بس ندي لكل واحد حقه. ولكن أنا لو هعيب بعيب على الأدوار اللي هو بيختارها. أحمد داش كممثل ممثل تقيل، وده الكلام اللي إحنا هنقوله عن هذا الفيلم لا يمت لأحمد داش بصلة. فيليكس أنا مقتنع إن هو ثقاب جامد قوي، ففي التمثيل إذا كان هو ولا أبي يوسف ولا حتى لؤي رمضان. انا اسف يا جماعه، والله ده ذوقي الشخصي، انتوا ما بتعرفوش تمثلوا، ما بحسكوش قدام الكاميرا، بحبكوا اكتر في حتتكوا، متابعكوا اكتر في حتتكوا. التمثيل تقيل شويه. ايه الفيلم قصته باختصار شديد وبدون حرق؟ هو شاب في الجامعه وصاحبه علي صبحي بيصحى الصبح بالفانيلا الحمالات ينط من البلكونه عشان علي صبحي بيعمل خناقه وهو شغال ميكانيكي، وبيكتشف ان هو بيحب واحده واللي هي نعومي السيد، ورايحة حفلة في الساحل فبيروح لخاله هناك. ده أول تلت ساعة من الفيلم، الباقي كله هم موجودين في الحفلة حرفيا. ده إلى نهاية الفيلم. قصة أكلاشيت عملت 50,000 مرة. سؤال أنا هنا ليك أنت، ولو وصلت لحد دلوقتي اعمل سبسكرايب وشير وقول لي رأيك في الكومنتات لو أنت اتفرجت على الفيلم يعني. وهو السؤال المعتاد يعني، مين المنتج اللي ممكن يرمي فلوسه على قصة أكلة شيء فيلم هينزل في العيد؟ مين المنتج اللي هيرمي فلوسه في حاجة زي كده؟ ده سؤال. السؤال التاني، أنا ليه أتفرج على فيلم في العيد أنا مستنيه أو مستني الأفلام اللي هتنزل في العيد على فيلم زي ده؟ ليه؟ ده سؤال أنا بقى ليك أنت كمشاهد. ليه أشوف فيلم طول ما أنا ما بتفرج عليه وقاعد قدام الشاشة عامل كده؟ فيلم كوميدي مفهوش دقيقة أو إفيه حلو أقدر أتفرج عليه. الإخراج والتصوير حرفيا هو مركز على البنات اللي طالعين بالبيكيني، وإزاي فرق الطبقات ما بين ايجيبت ومصر. وانا زهقت بالمناسبه من الحته دي، لان الكتاب استغلوها حلبوها قوي. فكره ان ده من ايجيبت ودي من مصر او العكس، ودايما اللي من مصر طلع عشوائي وشعبي ومغلوب على امره، بس هو شخصيه ذكيه متفوقه، واللي من ايجيبت هو شخص اناني ومتعجرف، والكلام ده طلع على السوشيال ميديا وانتشر بين الكتاب. في أزمة كتابة والله بجد، وده هيودي الكوميديا في حتة زبالة أكتر ما هي موجودة في مستنقع أصلا. لو هقيم الفيلم فأنا هديله 3/10. لا كتير، هديله 2/10. وده حلو أوي نجوم على الساحل بالنسبة لذوقي الشخصي. فلو أنت عجبك الفيلم قولي في الكومنتات، وخلينا نخش في فيلم سيكو سيكو. فيلم سيكو سيكو هو برضه فيلم كوميدي، ولكن من أحسن الأفلام الكوميدية اللي نزلت في العيد، وهو لطه دسوقي وعصام عمر وباسم سمرة وخالد الصاوي وكمان ديانا هشام. فكرة إن أنت تجمع طه دسوقي مع عصام عمر مع باسم سمرة حلوة، عملت قصة جميلة. شفتها قبل كده عشان ما أكونش منافق يعني. محلوبة لأ، يعني هي فكرة فيها كوميدي، فيها دراما، فيها نوعا ما شوية تفاصيل حلوة، زي المخرج وهو مركز في كل خناقة ما بين الاتنين ولاد عم اللي هو طه دسوقي وعصام عمر في الكادر، وهو بيجيب لك وهم صغيرين وبيتخانقوا وهم كبار وبيتخانقوا. قصة الفيلم باختصار وبدون حرق كده، إن هما اتنين ولاد عم، عصام عمر وطه دسوقي. عمهم بيسيب لهم 15 مليون جنيه، ولكن بيكتشفوا إن هي مش فلوس، دي بضاعة، فعايزين يتصرفوا في البضاعة دي. وبيتقابلوا بقى مواقف كتير فيها الكوميدي وفيها الدرامي. في حاجات سقطت من الفيلم، مثلا زي إن عصام عمر مرة واحدة كده قرر إن هو يتوب بدون أي سبب أساسي أو يشرحه لك حتى كمشاهد تشوفه. ولكن على النقيض طه دسوقي لما مسك في الموضوع بقى عايز يبيع بضاعة ومحتاج الفلوس دي بأي شكل، فكان عشان يتجوز بنت باسم سمرة، واللي هو أصلا لواء في مكافحة المخدرات. في قصة،
في إطار هتقدر تتفرج عليه، في لقطات كوميدية حلوة، إخراج كويس وبيركز على شوية تفاصيل، وإن كان في بعض الهفوات أنا ما حبيتش دور خالد صالح قوي، لأنه طالع في آخر تلت ساعة من الفيلم، ما كانش ليه دور مؤثر، ما كانش ليه بصمة حلوة، مع إن أنا متأكد إن لو كان خد مساحة شوية أو الشخصية ظهرت شوية نوعا ما كان هيبقى فيه قصة وحدوتة أكتر. بس هو عشان كوميدي فما كانش ينفع يخلي باسم سمرة تقريبا مع خالد الصاوي مع طه دسوقي وعصام عمر، كنت هتحس انت كمشاهد بكلكعه، وهو اصلا فيلم تصنيفه كوميدي. فانا عجبني الفيلم ده، ولو هنديله تقييم فنقدر نديله 7.5 من 10. بحب طه دسوقي، بحب عصام عمر. فبس كده، ده كان رأيي في الفيلمين بكل بساطة. تتفرج على ايه فيهم؟ انا هرشح لك مليون في المية سيكو سيكو، وده الفيلم الوحيد اللي انا اضمن لك ان انت ممكن تضحك فيه، ممكن، عشان انا عارفك ممكن تقول لي اصل انا ذوقي غير ذوقك، فانا بقول لك ممكن يا حبيبي. ولو انت وصلت لحد هنا تاني اعمل لنا سبسكرايب وشير وكومنت ولايك وكل الحاجات الحلوه اللي شبهك دي، وهشوفك في فيديو جديد ان شاء الله ولكن اجنبي. سلام عليكم.